أخي أبو أحمد، اليوم صارت معي قصة سبحان الله من آثار الاستغفار. أنا في كل يوم بتطلع باص نقل بقلب اسكندرية. واليوم رح أبعت لك صورة حادث حصل من شوي، يعني من ساعتين ثلاثة. سبحان الله، أنا كنت كل يوم باخد هذا الباص، فهن في عدة أتوبيسات بتطلع من المكان نفسه على المكان الوصول يعني. فأنا هذا باص اللي عمل حادث، رب العالمين أخرني شوي على أني أطلع فيه. فأنا اللي شفته عم يمشي لهذا الأتوبيس اللي راح أبعث لك صورته، ورب العالمين قدر لي أركب بالباص اللي بعده. فأنا وطلعت وعم أسمع لدرسكم هذا اللي في رسالتي لكم أيها المستغفرون، هذا الفيديو اللي قبل الأخير تقريبا. وكنت عم استغفر فشفت الحادث بالباص اللي طلع بعدي. سبحان الله، رب العالمين ألهمني إنه أنت بسبب الاستغفار ما كنت أحد الركاب بالباص التالي. الله يجزيكم الخير ويعطيكم ألف عافية. والله آثار الاستغفار كل يوم عم تظهر معنا متجلية أكتر وأكتر. ولو بتحب تنشر رسالة، يعني ما عندي مانع إنه هيك نشوف. سبحان الله، ما خطر لي إلا آية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني الدنيا في عذابات كتير، ورب العالمين سبحان الله خص المستغفرين انه ما يعذبون. جزاك الله خيرا. سبحان الله، مثل ما عودتنا نقول انه يشهد الله اني ما قلت الا الحق. يعني هذه القصة حصلت معي اليوم من ساعتين، والحادث موثق موجود على جوجل. لو حدا حب يدور عليه، وبيعرفوا في أهل اسكندرية حاليا. الله يجزيك الخير أخي أبو أحمد ويعطيك ألف عافية. والله ما بعرف شو بدي أقول يا أخي أبو أحمد، هلأ نزلت أسماء المصابين. سبحان الله، الحادث ما مميز بين كبير ولا صغير. يعني بتلاقي اللي عمره 20 سنة عنده كسر بالقدم، اللي عمره 30 سنة كسر بالعمود الفقري، اللي عنده يعني كان حادث. يعني سبحان الله، لا يعذب الله مستغفر. هذه إشارة من رب العالمين إنه إن شاء الله أنا رح ألزم الاستغفار كل العمر. ومعك إن شاء الله، هيك بنبقى معك بالقناة ومنتابعك. الله يعطيك ألف عافية، وكله بفضل رب العالمين. وشكرا إلك على جهودك أستاذ محمد.